طنجة. شفنا اللقطة اللي عطى فيها الحكم، يعني حمراء اللاعب ديال طنجة الودغيري. اللي بغى يحسب على الرجاء انك تستافد من التحكيم، او اللي بغى يورط الرجاء مع التحكيم راه غلط، لان الرجاء ما واقف على حتى واحد. ربحات ما ربحاتش بالكرة ماشي بالتحكيم، هذيك ما فيهاش حمراء. وهذا نموذج ديال حكم دولي. ملي كنا كنتكلموا على الحكام الدوليين وعلى السي ناشط، ما فهمتش كيفاش هذا الناشط حكم دولي. ما فهمتش كيفاش دار الزباين العام اللي فات، وعاقلين على الماتش ديال مكناس والجيش، وها هو عاوتاني مازال كيزيد فيه وحكم دولي. الرجاء غتربح بالكره، غتخسر بالكره، غتعادل بالكره، ما محتاجاش لحتى شي حكم باش يقولوا حكا الرجاء راه استافدت في واحد الماتش من التحكيم. راه هادشي باش كينوض الصداع. كونتاك عادي في اقصى الحالات تعطى صفرة، في اقصى الحالات تعطى صفرة. ما هو اخر مدافع؟ ما هو ما لعبش الكره، مشى للرجل ومشى للكره ولعب الكره. يعني كاع الا بغى يخرج لي افيرتيسمون غيعطي صفرة. ما فهمش هاد الحمراء منين جاب هاد النشيط هذا. هذا هو المستوى ديال الحكام الدوليين. الناس اللي عندهم الخبره والتجربه، بوسليم ومونسيف وغيره، ما ياخذوش. حكام دوليين في الوسط ووحدين يلاه طالعين، يلاه عندهم عامين في الدوري الاحترافي ياخذوها. وهذه هكا كيتسير التحكيم. وعلاش كنقولوا التحكيم راه فيه المشاكل؟ اما داكشي ديال براد راه باقيين كندويو عليه. السيد كيقدم شواهد طبيه، مضيعين المغرب في حكم دولي. السيد كيقدم شواهد طبيه وكاتبينو مصيفطون للفيفا حكم دولي. واحد مسكين غيدير اوبيراسيون الله يشافيه في هذا الشهر المبارك، وعاطينو الشاره الدوليه. وحكام اللي هما صحاح كيلعبوا وكيديروا ماتشات مزيانين، محرومين من الشاره الدوليه، غاديين بالمقلوب. اللي مريض ياخذ واللي صحيح ما ياخذش. ودابا تجيبوا حكام يديروا هذه الاخطاء باش تحسبوا الرجاء راه استافدات، الرجاء ما محتاجه حتى شي واحد وما فيهاش حمراء. السي ناشط كيتحمل المسؤوليه ديال الخطا هو الفار. ما فهمش هادو واش شافوا اللي ما شفناش حنا. تعاود هاد اللقطه راه حنا شفناها، ما فيه ورك عليه، ما مشى ليه للشوفيه، ما ضربو ما حتى شي حاجه. ممكن تكون كفره وصفراء على اقصى تقدير الا بغينا كاع نقولوا راه ضرب لاعب نيجيري. ولكن باش تحرموا طنجه من اللعاب ودير خطا بحال ما كنت تحسبوا الرجاء استفدت من التحكيم. الرجاء كان ضرب بحال بلا تحكيم ولاعبين مزيان وداخلين مزيان وشادين الماتش، يعني ما محتاجين حتى واحد.